علي نوناتي يعني. قناة ام مريم، شو تصير منك؟ والله يا اختي سالفه رضينها. ها يا بنات، اليوم انا ضيفة عند يوتيوبر انتم ما ادري متابعيها ما متابعيها، بس اذا ما متابعيها يلا هسه ورا الفيديو روحوا دخلوا على التعليق مالتها ودخلوا على قناتها، واذا انتم من متابعينها اكيد راح تعرفونها من صوتها. ها معلاوي اليوم ايش راح تشربوا لنا؟ قهوه، كابتشينو، شاي حامض حلو. جيب لنا قهوة، قهوتك تخبط يلا. اللهم صل على محمد وآل محمد. يا مساء الخير ويا مساء العافية ويا مساء الصحة والسعادة على قلوب متابعاتي. اليوم قلت خل أغير وأسوي لكم فلوق، لأن سويت لكم هواي روتينات، فقلت خل نغير شوية بالقناة أونسكم وأخذكم أكشف لكم الأسرار بعد ما بيها مجال. تابعوا الفيديو للنهاية راح تعرفون هواي أسرار هنا. وهسه أو مو هواي أسرار، هو سر واحد، خاف واحدة تقولي شنو الهواي، هو سر واحد بس. خل أحكي لكم قصة متابعة. تقول متابعتي انتظر رد البنات علي بالتعليقات، أريد أتابع تعليقاتكم. تقول أني زوجي بخيل علي شخصيا، لا ينطيني أروح للصالون، لا ينطيني أشتري شي بنفسي، يضربني يهيني خاين، بس بنفس الوقت هو مو بخيل على أطفاله، مدللهم معيشهم أحسن عيشة. فأني قلت لأهلي وقالوا لي كل ساعة أنت تجينا وتجيبين لنا هالمشكلة وهالطلابة بينك وبين زوجك، وإحنا ملينا وتعبنا من عندكم، قعدي على أطفالك وسكتي، لا كل ساعة تجينا وتقولي لنا. تقول وانا همين شو شفتها، يعني أنا أطفالي هنا مرتاحين، يم أبوهم مدللهم مرتاحين. أكيد حبيبتي، هم يم أبوهم مرتاحين ويم أمهم وأبوهم بنفس البيت عايشين، بس من ترحين بغير مكان راح واحد يزمخ بيهم، واحد يصيح عليهم، أكيد انتي هم راح تنجرحين. فانتي قعدي على أطفالك وسلمي بيد رب العالمين، وبس قليله حسبي الله ونعم الوكيل، هذا الكاس اللي ضوقتني اياه انت راح تذوقه، لأن أعظم شي عند رب العالمين يعني خيانة الزوج لزوجته إذا كانوا متزوجين، أو خيانة الزوجة لزوجها. يعني هاي من الجرائم الكبيرة هاي، يعني تهدم البيت، لا تبقى بركة، لا تبقى ملائكة تدخل البيت. انت اللي عليك سويتيه، خلي ضميرك مرتاح، وصدقيني اللي يتحمل في سبيل الله يعني في سبيل رب العالمين تتحملين انت هذا الشي وتقولي له قاعد على اطفالي وفي سبيل ما اروح وما اطشر بيتي وما اصير عليك بحلوق الناس مثل ما يقولون هاش اقول لك طلقت وشوفوا اطفالها وتبهدلت يعني هو طلاق عادي ما بي شي اذا كان الزوج مجزعك وعندك مكان ثاني ترحين اليه، بس انت ما عندك مكان ثاني تقعدين بيه وترحين له، مجبورة انه تتحملين الخاطر سعادة اطفالك. هنا جاي اسأل معلاوي وقلها شنو رأيك بمشروع القناة؟ هو تسليه، انا بالنسبه لي لا شغله ربح ولا اخذ شيء، مجرد تسليه، بس هو تعب. اي تعب وسهر مونتاج وضيم وقصة وتمنتجين بين الجهات بين طبعا البيت. والرجال عيني الله يستر عليهم ماتين. انه بيتقبل من تلزمين الموبايل وتصورين، يحس بيك انت فارغة بس للقناة. طبعا زين هسه انت قناتك ايش قد بيها مشتركين؟ يا خاله كسره وهضيمه. ها ايش قد؟ ألف إلا، صار لي 3 أشهر على الألف إلا، العودات صعدني. بنات خطية روحوا لها والله تتعب بالمونتاج، وقناتها ترى كلش حلوة، يعني راح تشوفون يمها روتين. عاد يعدوني بس الألف، بس آخذ أول شرط. أول شرط. والله كريم. الله كريم، ان شاء الله البنات ما يقصرون وياك، عندي هواي متابعات يعني يحب ان يروحن البنات اذا متابعات حلوات ونشطات. اي ان شاء الله اقول لهم يجوك. هلا بيهم. هسه بنات اليوم ارد على كل التعليقات من ورا معلاوي، شوفوا من ورا القهوه هاي راح تخليني قاعده للصبح. اي طبعا قهوتي هاي الطيبه. هناك تسال معلاوي اقول لها شلون مقسمه وقتك بالقناه؟ يعني بالقناه شلون يعني يمتى تردين على التعليقات، يمتى تصورين، شلون تبدين يومك اصلا؟ والله بالنسبه للقنوات انا اول ما الزم الموبايل راسا اروح للي يعني منزله فيديو اذهب المنتدى، لان اهم شيء هم يهموني بصراحه. القنوات الباقيه تهمني اكثر ما تهمني انا قناتي حبيبتي. اروح اسوي حب لاخيك ما تحب لنفسك. أي رحم الله والديك. زين اول شيء هم يعرفوني كلهم، وبعدين ارجع لقناتي. حتى مرات ما اشوف ايش قد عدد المشتركين، ايش قد زايدين، اهم شيء هم.
وبعدين ارجع اروح للجروبات. طبعا داخله انا بعده جروبات، اي لان هم حقهم علي. اي طبعا اكيد. البنات ينشروا لي ويسووا اللايكات ويجوني. طبعا اي. زين انت كحياتك العاديه يعني امتى تبدين تسوين شلون تقولين تشتغلين على القناه؟ الصبح او الظهر او بالليل يمتى تمنتجين؟ او ما عندك يعني نظام؟ لا يعني انا ما عندي نظام مضبوط، بس اكثر الاحيان يعني من بعد العشاء. اي من بعد العشاء افرغ للجروب، افرغ لهذه. بس الصبح اول ما اقعد على منو منزل. اي تمام. اي يوميات ام علي نوناتي. قناه ام مريم شو تصير منك؟ والله اسمي انا خاله وانا عمه. شنو دوختينا؟ لا سولفينا بالصدق. صدق انا عمه الجهال. هاي من الاخير ورطينا يعني. رطينا. بعد شنو؟ زين ام علاوي شنو هواياتك يعني شو تحبين؟ ايه يعني احب الترتيب، احب الطبخ. يعني ما اطبخ شلون ما كان واخلي. اي بنات والله مشهود لها صراحه، يعني بدون قناه وبدون مجاملات. يعني يعني الاكل ببيتها والعزومه ببيتها غير شكل. طبعا ما عليكم بوست الجهال، كل البيوت بيها جهال، مليانه من القطع الصوت. والله الصراحه بنات انا لا امدح لكم بيها ولا ابد، الله شاهد فوقاي احكي لكم الصدق. شنو الصدق؟ واحكي لك الصدق. طبخك لا يعلى عليه. يعني احلى من طبخك؟ يا احلى بقاطات والله. طبعا اكيد. اليوم والله تونسنا وياك معلاوي، وكانت القعده حلوه والعشاء حلو، عاشت ايدك. بس بنات فاتتني ما صورت العشاء لكم. طبعا راسا احنا جيناها متاخرين، وهي راح تطبخ تمن ومرقه وترتيبات، بس ما صورت لكم لان كنا ملتهين، واصلا احنا متاخرين. تعبتوني حبيبتي. تعبنا راحه. طبعا تعبكم راحه. بعد عمرك تسلمي، رحم الله والديك. بس هسه اخذنا الوقت وطولنا طبعا وياها احنا للوحده بقينا عندهم، وهسه يمكن 1:30. فهسه راح اسد المونتاج بعد ونروح. اريدكم ترحون بقناتها ولا تفشلوني، يقولوا لها جيناك من طرف ام مريم، لان صراحه سويت لها دعم اني وما شفت بنات هوايه يمها. بس هسه ان شاء الله يختلف، لان القناه صعدت بفضل الله وفضلكم ان شاء الله. فاريدكم ترحون يمها، وراح اروح لقناتها واشوف كم وحده اجت. طبعا كلش اعتذر منكم اذا شفتوا فد خلل بالمونتاج، يعني عادي سامحوني بنات. هذا البرنامج صار مرتين اجرب بيه، فبعد من جديد عليه، ان شاء الله على الايام الجايه اتعلم له. نرجع نكمل القصه. فتقول صديقتنا، تقول اني حايره شلون اتصرف وياه. يعني حكيت لاهلي وقلت لهم، قالوا لي هل احكي له اخوي؟ اهلي يقولوا لي اهو هم رجعتينا بالمشاكل والطلايب بيناتكم، حل الموضوع بيناتكم. لا كل يوم زعلانه وتعالوا فضوا الطلبه وتعالوا حاكوا وتعالوا قولوا له. مليانه من عندكم ومن عندك ومن الطلايب ومن هذا الكلام. فتقول انا ما عندي مكان اروح له، يعني اني هو هذا بيتي، شلون لامني ولام جهالي. فاني نصيحتي إلك، هاي الشغله ترى كثرانه هالايام بالمجتمع. فانت ما دام لقيتي مكان يحويك ويحوي اطفالك ويصرف عليهم هو، وهم قريبين على ابوهم وقريبين على امهم، وما عندك غير مكان ترحين إله وترتاحين بيه، يعني هناك راح تتبهدلين، ابقي وياه وسلمي لله، سلمي لرب العالمين، هو راح ياخذ حقك من عنده. وخلي بباله انه هذا الشيء جاي يسويه، يجي يوم رب العالمين يذوقك من نفس الكاس اللي انت هسه جاي تسويه، الله راح يبتليك. فانت احذر ودير بالك، ابتعد عن عرض العالم، ما يصير. خليها بباله وقولي له حسبي الله ونعم الوكيل، انت والله. لان من اعظم الاشياء على رب العالمين انه الزوج والزوجة بينهم خيانة، يعني المتزوجين سواء المرأة تخون الرجال او الرجال يخون المرأة، هاي من اعظم يعني الاشياء اللي تخرب واللي تطرد البركة واللي تسوي البيت جحيم. هاي من اعظم الاشياء. انصحك انتي عيشي بقلب بارد، ولا لك علاقة بيه، بالعكس سوي العليج، سوي واجباتك، لا تركينه وتصيرين عصبية وتعاقبينه، لا بالعكس سوي الواجبات اللي عليك، بس لا تنذلين إله ولا تتوسلين إله ما دام هو الغلطان. لو جتي انت غلطانة روحي اعتذري من عنده، بس ما دام ما غلطانة خلاص سلمي لله. طبعا اعتذر منكم بالمونتاج، صار عندي خلل، ان شاء الله على الايام الجاية يتعوض. ولا تنسون قناتي من اللايك والاشتراك. اذا جتي اول مرة تشوفينها كل الهلا بيج، انا قناتي يوميات ام مريم، واهلا وسهلا بكم بنات. لا تنسون اللايك ومشاهدة الاعلان ومشاركة الفيديو مع صديقاتكم واخواتكم، ومع الف سلامة.